السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على أدوات الذكاء الاصطناعي وإيه ممكن نستبدله لو إحنا حبينا نعمل ريموف لحاجة في الخلفية أو التصميم بتاعنا. طيب إيه اللي هنتعلمه في حلقة النهاردة؟ نراجع كده مراجعة سريعة. في الأول بنفتح البروجكت إزاي بالظبط نيو، ومن بعد نيو بنختار السايز اللي اتفقنا عليه. لو احنا هنشتغل على انستجرام بنشوف المقاس على جوجل نكريته، بنعمله كرييت يعني، وبنختار ارت بورد عشان بعد كده يبقى شغلنا اكتر. يعني احنا مثلا لو هنعمل 3 تصاميم هيبقى في نفس الفايل، كل ما يخص البروجكت ده بيبقى في نفس الفايل. اتفقنا على كل المواضيع دي قبل كده. ما تنسوش ان انتوا تتابعوا اول باول بالتسلسل المظبوط للكورس، وما تنسوش كمان تضغطوا على لايك وتشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. مش هفضل اقولها كل فيديو. يلا كرييت. بعد كرييت احنا اتعلمنا نعمل جنريتيف فيل، بس في ان احنا نغير عنصر. طيب ايه ممكن يفيدنا في ايه ده بعد كده اثناء الشغل هعلمكم، بس احنا فهمنا فكره جنريتيف فيل بتاعه الذكاء الاصطناعي اللي بقى دلوقتي موجود على الفوتوشوب 2026. طيب في كده نصيحة لأي حد لسه بيبدأ. لازم أول حاجة بعد ما بنختار السايز لازم دايركت أول حاجة بنعملها بنروح لفايل وبندوس على سيف از، ونسيف الفايل عندنا. بلاش على الديسكتوب، مثلا يبقى على الهارد في المكان يعني اللي احنا حابين نحفظ عليه المشروع. والنصيحة التانية هي كنترول وحرف الاس عشان نعمل سيف أول بأول لكل حاجة هيتعمل لها ابديت على الشغل اللي احنا عملناه. يعني مثلا احنا دلوقتي لو احنا ما عملناش اول باول سيف وما كناش في البدايه حافظين الفايل، هتبقى ازمه كبيره بقى لو لا قدر الله النور قطع، البرنامج نفسه طلع مره واحده، الكلام ده كله. فلازم تنتبهوا لحته كنترول وحرف الاس. دي اهم نصيحه ممكن تتعلموها. طيب احنا زي ما اتفقنا بنرجع خطوه لورا، كنترول زد. انا بحب اعيد على كل المعلومات عشان تثبت من جديد. طيب احنا في الحلقه اللي فاتت اتكلمنا برضو على قائمه ايديت، ايه اللي ممكن نستخدمهم من ايديت. ففي حاجات كتيره قوي ممكن نستخدمها، وكمان بالنسخه العادي اللي مش مدفوعه. فنروح كده لصوره اللي معانا ونشوف هنعمل فيها ايه. زي ما اتعلمنا برضو في الحلقة الأولى، احنا بنسحب الصورة عادي جدا بالماوس وبنحطها هنا أو بنعمل لها open. طيب الصورة اللي معانا النهاردة هنتدرب عليها من edit ازاي نغير السما. يعني احنا هنا في سما موجودة في التصميم، فحابين نغير الشكل بتاعها بمنتهى البساطة، وكمان من غير الذكاء الاصطناعي بمنتهى البساطة. فنروح لإيديت، ومن إيديت بنختار من هنا سكاي من هنا. تمام. فهو بالفعل بيبقى على الفوتوشوب نماذج للسما، ممكن نختار ما بينهم. طبعا زي ما احنا شايفين هنا مش مناسبة خالص، بتبدأوا تقلبوا لحد ما تلاقوا نتيجة ترضيكم، وكمان ممكن تعدلوا على ألوانها. وليكن مثلا اللون ده عجبنا، هل احنا هنسيبه كده؟ لا، هي مش مناسبة قوي للصورة كألوان. فبنبدأ بقى من هنا نغير في الألوان والدمج عشان تندمج اكتر. يعني ممكن نخليها مثلا بما ان في شمس هنا فالسما تبقى فاتحة اكتر، وبنبدأ نعدل في الاعدادات لما يتناسب مع كل حاجة. يعني مثلا انا هنا كده ده عجباني اكتر بالشكل ده. وفي اختيارات كتير زي ما اتفقنا ممكن نختار ما بينهم، او مثلا احنا بنعمل نيو من هنا على علامة الزائد، فبنبقى محملين مثلا من على فريبيك او اي منصة صورة سما عجبانا وبنختارها وبندوس اوبن عشان تظهر معانا هنا ونعدل عليها. طيب في ايه كمان؟ نرجع. في ايه كمان ممكن نتعلمه في قائمة edit؟ احنا مثلا عندنا صورة شخص حابين نعمل له ريتاتش لوشه دايركت على طول. تعالوا نتعلم الموضوع ده بمنتهى البساطة. دي صورة انا كنت عاملاها بالذكاء الاصطناعي. تمام. وحابة ازود كده شوية ريتاتش كده للشخصية يعزز الصورة. خلينا فاتحين من هنا البانل بتاعت layers، ولو اختفت مننا او ضاعت او اي حاجة ممكن نجيبها عن طريق ويندو، وبنختار كلمة layers من هنا او نضغط على F7. تمام كده. تمام. احنا بقى من قائمة edit ممكن نستغل الموضوع في ايه كمان. نعمل من هنا علامة الزائد دي، فاحنا كده فتحنا layer جديد هتلاقوه مكتوب layer 1. تمام.
في حاجة اسمها كليبنج ماسك، عارفين كده لما تبقوا حاطين لير على لير لازقينهم في بعض، هو دي نفس الفكرة. فبندوس من الماوس كليك يمين وبنختار كلمة create clipping mask، تمام كده. هتلاقوا علامة السهم دي ظهرت، فمعنى كده ان احنا لزقناهم جوه بعض. اي حاجة هنحطها على ثانية كده هوريكم، اي حاجة هنحطها كده بقت مربوطة بالصورة الاساسية. يعني انا خفيت الشخصية اهي مش موجود اللاير الاولاني لان بقوا الاتنين كأنهم لاير واحد، تمام. فكنترول زد عشان نرجع خطوتين لورا ولا 3 لورا لحد لما يبقى تمام. نرجع تاني كليبنج ماسك. طيب نروح من كلمة edit من هنا وهنلاقي كلمة اسمها fill، تمام. هندوس عليها، نختار من هنا حاجة اسمها 50 degree، ومن المود بنختار overlay، تمام. بعدها بنختار على اوكي. طب ايه اللي احنا عملناه ده يا نوران؟ هنروح من كلمة نورمال اللي هنا اللي هي بالمناسبة هي المود، تمام، اسمها مود. بنروح لكلمة overlay، تمام. واحنا عملنا هنا ايه كده كأن مفيش اي حاجة حصلت. لو اخفينا العين وظهرناها تاني مفيش اي حاجة ظهرت. احنا عملنا ايه بالظبط؟ احنا عملنا حاجة كده مخفية عشان نبدأ الريتاتش بقى للشخصية، تمام. بنروح لأداة هنا اسمها dodge، وبالمناسبة الاختصار بتاعها هو حرف O. يعني احنا لو دوسنا على او من الكيبورد هنلاقيها ظهرت لنا، بس بنضغط ضغطه مطوله عشان نختار دوج ولا بيرن. دول الاداتين اللي هنستخدمهم، دوج وبيرن. طيب مهمتهم ايه على السريع كده؟ الدوج مهمتها تفتيح الاماكن اللي فيها ظل، تفتيح الاماكن عذرا اللي فيها اضاءه. يعني شايفين احنا هنا مثلا انا كده بعزز اللون اكتر. ممكن من هنا نخلي، هو اللون بيظهر لكم تقريبا على حاجه و50، فاحنا نخليه بس على 30 عشان اللون ما يبقاش لاسع قوي. والبراش الاحسن انها تبقى اصغر عشان التحكم يبقى ادق اكتر في الاماكن الصغيره والضيقه. انا هنا بعمل ايه عند الاسنان مثلا؟ عايزه اديها لون فاتح شويه فبعدي عليها على السريع، بصغر البراش شويه وببدا عند الشفايف هنا في اضاءه بزودها. انا بعزز اماكن الاضاءه عشان تدينا كده ايه، وش جلوي، يعني وش كده منور كده. شايفين وشه بقى عامل ازاي؟ طب دي كل المهمة؟ لا، احنا بنروح كمان بنضغط عليها ضغطة مطولة بنلاقي كلمة بيرن، تمام. بيرن دي يعني ايه؟ يعني حرق. احنا بنحرق اماكن اللي محتاجة ظل، اللي محتاجة تبقى اغمق. يعني مثلا هنا كده كأننا بننحت، عارفين الكونتور؟ البنات تبقى عارفة اكتر. نفس فكرة الكونتور للبنات ان احنا بنحدد الاماكن اللي هي محتاجة ظل، تمام. بنرسم معالم الوش فبيخلي الشكل افضل سينمائي اكتر او ألذ كده. يعني احنا هنا اهو مثلا الخطوط دي بنظبطها. عايزة اوريكم قبل واوريكم بعد. طيب ده قبل وده بعد. احنا هنا عملنا ايه؟ احنا رسمنا الظل ورسمنا الإنارة للوش. بنكتفي بكده كريتاتش؟ لا، في بقى حاجات كتيرة قوي ممكن نعززها. احنا في كمان من هنا شايفين العلامة دي؟ هنا بنختار بقى كل ما يخص الالوان والسوليد كالر اللي هو اللون الموحد لو هنعمل باك جراوند، والالوان ان احنا نعدل على الوان الشخصيه. لو عايزينها مثلا بلاك اند وايت بنضغط على هنا فاللون بيبقى بلاك اند وايت بالشكل ده. فاحنا من هنا ممكن بنختار selective color، تمام. ومن كليك يمين بنضغط على زي ما اتعلمنا كليبنج ماسك، فاي تعديل هيحصل على الصوره بتاعتي على طول عشان لو مفرغه ولا حاجه ما تجيش على الخلفيه، تمام. وده كان الصح اللي احنا عملناه من البدايه، ان احنا نعمل ريموف باك جراوند للشخصيه. فاصبح ايه؟ احنا اخفينا الخلفيه بالشكل ده بتكه زرار، على عكس زمان كنا بنعمل بالبين تول وكان عذاب شويه. طيب نروح نديها مثلا لون كده تحتها عشان يبقى لون خلفيه. فبنيجي من نفس العلامه اللي انا قلت لكم عليها دي وبنختار سوليد كولر من هنا. فاحنا اخترنا سوليد كولر، تمام. مثلا نختار اي لون خلفيه احنا عايزينه، مثلا لو عايزينه على رمادي شويه بالشكل ده. طيب نرجع تاني للسلكتيف كولر اللي احنا اخترناها ونبدأ بقى نظبط الألوان بما يتناسب الخلفية. يعني لو الخلفية على ألوان دافية اللي هي أحمر أورنج أصفر، فبنميلها شوية على الأحمر عشان تبقى مناسبة للون، شايفين؟ للون الأحمر.
طيب الألوان باردة زي ما إحنا شايفين اللي هو اللون الرصاصي ده لون يعتبر لون بارد، فإحنا بنميل أكتر للون السيان، اللون اللي هو اللي على آمم فيروزي شوية، فيبقى الشخصية لونها بارد بالشكل ده كده. فدي الفكرة بشكل سريع، إن إحنا بنضبّط ألوان الشخصية بما يتناسب مع لون الخلفية. نضبّط تاني مثلًا سيبكم إن الخلفية دي في طماطم والكلام ده، الألوان هنا من فوق ضاربة شوية على لون السما، فبنخلّيها على السيان أكتر اللون الخلفية. أمّا لو اللون كان دافي فإحنا بنخلّيه على الأحمر، لو خلّيناه دلوقتي على الأحمر مش لايقة على لون السما واللون الأخضر اللي هي ألوان باردة. تمام كده، فهمتوا الفكرة بشكل عام كانت إيه، ده قبل وده بعد. تمام أوي كده. كان كفاية أوي كده على حلقة النهارده، ما تنسوش بس تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش كمان تتابعوا الحلقة اللي جاية اللي هتبقى إن شاء الله مفيدة جدًا ليكم.